لان ببساطه دي اللغه بتاعتهم. قال عمر رضي الله عنه: علموا اولادكم اللغه العربيه فانها من المروءه. لدوله اسرائيل عشان تبقى دوله وعشان تطلع كده كانت محتاجه حاجه مهمه جدا، الهويه. الهويه دي بتيجي ازاي؟ عن طريق المكان اللي بيجمع فيه المجتمع والتراث والحاجات اللي هم مشتركين فيها، اللغه ديت بقى هم انشأوها من عدم. يعني هم دلوقتي مفيش حد في اسرائيل بيتكلم حاجه ثانيه غير العبري، مع انهم كلهم جنسيات مختلفه. الامام البيروني قال: لن اوجد بالعربيه خير لي من ان امدح باللغه الفارسيه. تركيا لحد النهارده في وثائق وحاجات مش عارفه نثبتها بسبب ان هم غيروا الاسم. تخيلوا بقى احنا لما نغير. اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة وحي السماء من الله تعالى، هي لغة 1.5 مليار مسلم. العربي ده يعني هم ينفوا الحضاره العربيه الاسلاميه هناك في الاندلس. اول حاجه فكروا فيها ان هم ينفوا اللغه العربيه. طيب ازاي؟ ان هم حتى ما كانش عندهم حاجه يبادلوا بيها اللغه العربيه، فقالوا محدش هيكتب لغه عربيه تاني، بس يعني بالحروف العربيه لا، هتكتبوها بالحروف الانجليزيه. ومن هنا جه الفرانكو دي كبدايه. عملنا حمله اسمها امسك فرانكو. الحمله دي تتتبع كل واحد بيكتب فرانكو، عشان اللي هيكتب فرانكو تاني هيبقى ليه حاجات كتير انا مش هقول لكم عليها، بس عايز تعرفها اكتب فرانكو.